خلاص بنسبة 99% ونقول 100% تجديد إمام عاشور لسنة 2030، ودي حاجة يعني ممتازة جدا. انت بتاخد إمام عاشور يعني جوهرة من جواهر النادي الأهلي في خط الوسط، ودي حاجة تبسط كل الأهلاوية. وردا على كل الناس، إمام عاشور مش عايز يجدد، إمام عاشور بيتنك على الأهلي، إمام عاشور فرض كلمته على الأهلي، مفيش الكلام ده خالص. خلاص العقد يعتبر اتمضى، ومبروك النادي الاهلي عليه امام عاشور، مبروك على امام عاشور النادي الاهلي. صفقه من عيار تقيل انها تستمر معاك لحد 2030. نفسي بقى في اشرف بن شرقي يكمل برضه يجدد، واليو ديانج مهم جدا ان هو يجدد. اتمنى ان هو يجدد. كابتن محمود الخطيب هو اللي ماسك الكلام ده، واظن ما دام كابتن محمود الخطيب حط ايده في حاجه هيخلصها بامر الله، ونسبه كبيره او نسبه اطمئنان كبيره للاهلي ان شاء الله ان اليو ديانج يكمل معاك كمان 3 سنين مثلا. واتمنى في لعيب كده، لو اللعيب ده دخل في البوتقه بتاعت الاهلي هتفرق كتير. هتقول لي اماكنه موجوده كتير، لا يعني مثلا احمد عبد القادر، نفسي ان يكمل مع الاهلي وصواميل دماغه تتظبط شويه. احنا شفنا تريزيجيه بيروح يمين، اشرف من شرقي بيروح شمال. اشرف بن شرقي لو اتصاب هنعمل ايه؟ يبقى احنا محتاجين حد. هتقول لي اجيب تريزيجيه حصل له حاجه او المجهود البدني بتاعه مش موجود، يبقى مين الاحتياطي؟ انسب حد هيكون عبد القادر. عبد القادر مهاري جدا، محتاجين النقطه دي. الحاجه التانية بقى، مباراه الاهلي بكره صعبه قوي. غزل المحله لعب بالظبط 3 ماتشات ب3 تعادلات، ولا دخل فيه هدف ولا هو حط هدف. معنى كده ان هو بيرص ال10 ورا 10، يعني الفريق كله بيحط ورا، بيلعب على هجمه مرتده بجريندو. يعني لو هنقول 9 في الدفاع، واحد بس اللي بيروح بهجمه مرتده وواحد بيسنده من خط الوسط فقط لا غير. علاء عبد العال مقرف جدا في الدفاع، بيرص الاتوبيس وانت ونصيبك. الاهلي لو جاب هدف في اول المباراه هتفتح معاه وهتفرق كتير جدا. والحاجه التانية التحكيم، يعني انا ربنا يسترها وحظنا نورنا لاداره الاهلي لازم تتكلم في التحكيم، لان التحكيم السنه دي مقرف قرف السنين. مفيش مباراه بتعدي لا لازم يكون غلطه عليك وغلطه لمنافسك، اذا كان بيراميدز او الزمالك. فان شاء الله الاهلي قدها بكره بامر الله، نقدر نجيب اجوان في بدايه المباراه. وكمان المباراه الساعه 6، يعني في جو الحر ده ربنا يسترها. بس ان شاء الله الاهلي قدها ودود، وبعد المباراه نقول مبروك فوز الاهلي ال3 نقاط بمشيئه الله.